اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الهنا على حبايبي الموجودين هنا. النهاردة جاية لكم بوصفة ناجحة بإذن الله. وصفة البسبوسة بتاعة الأكياس الجاهزة، بتاعة السوبر ماركت الجاهزة، الأكياس الجاهزة اللي هي دي. عندنا أنواع كتير جدا وأصناف كتير جدا في السوبر ماركت. أنا النهاردة اخترت النوع اللي هو حلو الشام، في الضحى، وفي أنواع كتير قوي 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 قوي، بس أنا اخترت ده عشان هو في متناول الجميع وسعره على قد الايد، فانا اخترته معايا النهارده. البسبوسه يا جماعه مش بتنجح مع اي حد. انا نفسي واحده من الناس كانت بتفشل معايا كل مره لما جربت طرق كتير، ولما جربت وصفات كتير. جربت السميد السايب وجربت البسبوسه الاكياس، وكانت بتفشل معايا في كل مره لغايه لما توصلت للطريقه دي. هي صحيحه مليون في الميه، وطلعت والله يا جماعه البسبوسه معايا ناجحه مليون في الميه. انا معايا النهارده كيسين من البسبوسه الجاهزه دي. عايزه تعملي كيس تعملي نص المقادير اللي انا هعملها، تعملي كيسين تعملي كل المقادير اللي انا هعملها. هنا هنبدأ بالشربات بتاعي او السيرب بتاعي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم. السيرب بتاعي عبارة عن ايه؟ معايا 3 كوبايات ميه، معايا كوبايتين ونص من السكر، معايا 3 كوبايات ميه، كوبايتين ونص من السكر. معاكي كيس واحد هتعملي كوباية ونص من المية وكوباية وربع من السكر. يا جماعة الشربات بتاع البسبوسة بيبقى خفيف، مش تقيل خالص، ولا هو زي بتاع الكنافة ولا هو زي بتاع الجلاش. الشربات بتاع البسبوسة بيبقى خفيف، والاتنين بيبقوا سخنين. يعني الشربات بتاعك بيبقى دافي، والكيك والبسبوسة بتاعتك بتبقى سخنة. يعني دافي انت لسه طافيه عليه مثلا وطلعتيها البسبوسه بعد 5 دقايق مثلا، يتضافوا على بعض وتطلع معاكي ناجحه وزي الفل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بالميه مع بعض. هنا معايا 3 كوبايات من الميه، تمام كده. وحطينا كوبايتين ونص من السكر، ومعايا 3 كوبايات من الميه. معايا بقى يا ليمونه، يا ليمونه، يا اما ربع معلقه ملح ليمون، يا معاكي عصرة ليمونة، يا معاكي ربع معلقة من الملح الليمون. ملح ليمون موجود حطي ربع معلقة زي ما انا حطيت كده. والسيرب ده مش هيعدي عليه 8 دقايق على البوتاجاز. 8 دقايق واطفي. انا مش عايزة سيرب تقيل، انا عايزة سيرب خفيف، شربات خفيف. معاكي ملح ليمون حطي ربع معلقة، ما عندكيش ومش متواجد مش متوفر حطي نص ليمونة. تمام كده يا قمرايه. كده نرفعه على البوتاجاز. معايا هنا حبيبتي بقى، بعد ما رفعنا الشربات بتاعنا على البوتاجاز، معايا هنا كوبايتين من الزبادي، معايا 4 معالق من السمنة البلدي او سمنة هولندي اللي متوفر عندك يعني. بس حابة اعرفك ان الكيس اللي بيجي جاهز من السوبر ماركت بتحط له معلقتين 2 من السمنة. لا تزودي ولا تقللي، هو الكيس معلقتين 2 وعلبة من الزبادي الواحدة. يعني الكيس الواحد بتحط له علبة من الزبادي الواحدة ومعلقتين من السمنة. انا هنا هعمل كيسين. فهنا عندي في البولة دي معايا 4 معالق من السمنة البلدي. مش متوفرة سمنة بلدي اعملي سمنة هولندي اللي يريحك. هتقولي لي زبدة، ما ينفعش يتحط زبدة لان الزبدة بتنزل مية وهتنشف لك البسبوسة بتاعتك، مش هتبقى حلوة. هتقولي زيت، الزيت برضو هينشف لك البسبوسه بتاعتك، مش هتبقى حلوه. فهي سمنه هولندي اللي احنا بنجيبها، اللي هي جنه في جنه، روابي، اي نوع من الانواع اللي احنا بنستعمله في البيت عندنا، يا اما سمنه بلدي لو متوفره عندك. يبقى كده عندنا الكيس هيستهلك معلقتين 2 بالظبط وكوبايه من الزبادي. تمام كده يا قمر. هنا بقى معايا بوله هنزل فيها بالسمنه بتاعتي، وهنزل بالزبادي، كوبايتين من الزبادي. زبادي بلدي، زبادي بقى التانية العادية، اي زبادي متوفرة عندك يعني. ممكن لبن رايب لو عندك لبن رايب.
بس رايب اللي هو متجمد، يعني مجمد زي كده، تروبتيه وبقى كده زي اللي احنا بناكله مثلا، مش بالشرب، لا اللي هو بيتاكل اللي بيجمد. ممكن تستهلكي منه برضو نفس الكمية كده، بس ما يكونش فيه مية طبعا عشان ما ينزلش مية في عندك. هنا بقى يا حبيبتي هنقلبها كويس قوي 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 بقى مع بعض. طبعا البسبوسه بتاعتنا عليها كل مكسبات الطعم بتاعها، عليها جوز الهند وعليها الفانيليا وعليها كل حاجه تخطر على بالك، مش محتاجه اي حاجه خالص ان انت تزوديها ولا ان انت تحطيها ولا تقولي ان هي محتاجه ولا الكلام ده خالص. عليها الفانيليا، عليها بيكنج باودر، عليها كل حاجه. احنا ما حطيناش اي حاجه يا جماعه، ما حطيناش اي حاجه اكتر من 4 معالق سمنه وعلبتين من الزبادي. تمام كده. هنزل بقى بايدي احط البسبوسه. المرحله دي بقى اهم مرحله. البسبوسه يا حبايب قلبي ما بتتعجنش كتير، البسبوسه يا دوب ببسها. بسبوسه بتتبس يا جماعه، مش بتتعجن، بتتبس. هلم كل المكونات على بعض وتكون جاهزه معايا. هنا يا قمرايه بقى بعد ما بستها بالطريقه دي ناشفه معايا، ناشفه، ما هي زي الكيكه يا جماعه ولا البسبوسه بتبقى سايله ولا الكلام ده كله. تمام كده، ناشفه معايا. انا بستها بس، انا معجنتش، انا بستها في بعضها بس. هنا بقى معايا صينيه مقاس 34. تمام كده. هنا معايا صينيه مقاس 34 هنزل فيها بالعجينه بتاعتي او بالبسبوسه بتاعتي. لو انا هعمل لو انا هعمل صينيه واحده، تمام، هعمل مقاس 24. الصينيه دي مقاس 34. لو انا هعمل كيس بسبوسه واحد هعمل صينيه مقاس 24. انما هنا انا عندي كيسين يا جماعه، عامله صينيه مقاس 34. فردت فيها حته سمنه بلدي في الارضيه. لازم، ما عندكيش سمنه ممكن تحط طحينه، تفردي في ارضيتها طحينه وبتبقى لذيذه قوي على فكره. هنفردها كده مع بعض. وهنا حبايب قلبي بعد ما خلصت البسبوسه بتاعتي وفردتها في الصينيه، كان عندي شويه سوداني كده، رحت جايه مزوقه بيها على الوش. عندك سوداني حطي، عندك مكسرات حطي. انا ما كانش متوفر عندي غير الفول السوداني. حطي فول سوداني، حطي مكسرات، عايزه تسيبها ساده حطيها براحتك خالص. المهم الطريقه تكون ناجحه وخلاص. انتوا شايفينها هنا حبايب قلبي طريه ازاي وحلوه ازاي. ان شاء الله ناجحه، وهتطلع معانا مع بعض من الفرن وهنشوف طريقتها مع بعض ناجحه ولا لا. هنا انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200 على اعلى درجه يا جماعه، لان البسبوسه لو دخلت على درجه حراره قليله هتنشف مننا وهتبوظ، فلازم يكون الفرن حامي ودرجه حراره عاليه تخش تاخد وش من تحت ومن فوق. مش هكمل ان شاء الله من تلت ساعه ربع ساعه، وهنشوفها مع بعض باذن الله بعد ما تطلع من الفرن. وهنا حبايب قلبي بعد البسبوسه بتاعتنا ما خرجت من الفرن، شفت اللون الذهبي الجميل بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله. لو شامين الريحه فعلا فعلا هتقولوا هي دي البسبوسه الاصليه. شوفوا هنا كده يا جماعه، هنا كده انا بحط ايدي طريه وجميله معايا، وشربت الشربات بتاعي كله اللي انا عملتها. اول ما نزلت بالشربات شربته كله. هنا بقى هقطع لكم كده حته كده واوريها لكم عشان تشوفوا البسبوسه بتاعتي. بس البسبوسه دي يا جماعه سخنه لسه، المفروض ان هي نستنى عليها على الاقل على الاقل ساعتين 3 عشان تبرد او تبات، لان البسبوسه ما بتتاكلش غير وهي بارده. هنا بقى حبايب قلبي، هنا زي ما احنا شايفين كده مرمله معايا ازاي، مرمله جدا. هنا عملت كده يا جماعه عشان هي سخنه لسه. شوفوا حبايبي البسبوسه بتاعتي حلوه ازاي، شوفوا اللون، شوفوا الشكل، شوفوا شكلها عامله ازاي من تحت ومن فوق. بجد بجد احلى بسبوسه هتقدروا ان انتوا تعملوها وباسهل طريقه.
واطعم بسبوسة واشهى بسبوسة ممكن تتخيلوها. ما تنسونيش بقى باللايك والشير وتفعيل القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.